ليه راجل مهندس مدني وما اشتغلتش في الهندسة ورحت اشتغلت وكيل طلاب للهجرة؟ عادي اذا انت مؤهل ومعك كل مثلا مستوفي كل الشروط ما في اي مشكله لو كنت من اي دوله. أرخص كورسات ممكن واحد عربي يجي عليها؟ قل الاعداد بشكل كبير بشكل مخيف بالنسبه ل 189 190. بالعكس اللي بيجي زي ما انت جيت هجره او حتى اذا اجى اقامه مؤقته سهل جدا انه يلاقي شغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساعة ما فتحت القناة وانا بيجيلي سؤال متكرر جدا، واللي هو ان انا ازكي للناس اللي عايزة تيجي استراليا محامي هجرة معتمد بحيث ان هم يتواصلوا معاه، وبيفضلوا ان هو يكون عربي. وانا للاسف من فتره وانا على طول بقول لكم يعني انا ما عنديش حد وما اعرفش حد، فمش عايز اخد المسؤوليه ان انا ازكي حد انا ما اعرفوش. بس الحمد لله الضيف النهارده هو صديق عزيز عليا جدا. احنا اشتغلنا مع بعض في الكويت. هو برضه هو مهندس مدني ولبناني الجنسيه، وهو كان سنه صغير يعني ايام ما اتقابلنا، فكان اختياره غير اختياري ان انا جيت على هجره دايما. ان هو كان يجي على فيزا دراسه، ومن فيزا الدراسة قدر ان ياخد فيزا مؤقتة، ومن فيزا مؤقتة قدر ان هو يوصل ان ياخد الإقامة الدايمة. وبعد ما خد الإقامة الدايمة قرر ان هو يغير الشفت، يعمل شفت كامل او تغيير كامل للمهنة بتاعته، وان انه يشتغل مع المحامي اللي خلص له الإجراءات بتاعته. والنهاردة هو وكيل هجرة للطلاب. لقيت ان رحلته بصراحه رحله طويله قوي، يعني هو خد الطريق الطويل وعنده ملم بالاجراءات كلها، وهو بصراحه هيكون مصدر ادق بكتير جدا مني للمعلومات بالنسبه لموضوع الهجره بالذات للطلاب، لان هو ايده في الشغلانه. فانا اتشرف ان اللقاء معاه النهارده. فيلا بينا. باشمهندس ابراهيم، منورنا والله النهارده. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه يا احمد حبيبي نورك والله. صراحة في أسئلة كتير عندي، وطبعا هي مش الأسئلة بتاعتي، هي هتكون في الأغلب الأسئلة اللي عندي بتجيلي على القناة على طول. وعايز إن شاء الله أتمنى إن يكون في عندك منها إجابات بإنها تساعد الناس بإذن الله إنها توصل الإجابات اللي هي عايزاها، عشان تقدر إن هي توصل لأستراليا، لأن ده هو الهدف بتاعهم. وبرضه في نفس الوقت هنتكلم عن طريقك. شو وأنا عارف إن السؤال اللي دلوقتي الناس كلها بتبص على الكاميرا وعايز تعرف من المقدمة اللي أنا قدمتها، أنت ليه راجل مهندس مدني وبقى معاك إقامة دايمة وما اشتغلتش في الهندسة ورحت اشتغلت دلوقتي وكيل طلاب للهجرة؟ فده سكة وطريق تاني خالص. خلينا الأول نبتدي في موضوع احنا قلنا اللي هو طريقك اللي انت جيت بيه، فممكن تقول أرقام الفيز اللي انت جيت عليها؟ طيب بس نبتدي بيها كده. طبعا اول شيء مساء الخير احمد الله يعطيك العافيه. احمد انا جيت اول شيء على طريق على الستودنت فيزا اللي هي سب كلاس 500. بعدين اخذت التمبوراري فيزا اللي هي الفيزا المؤقته سب كلاس 485. بعدين الاقامه الدائمه اللي هي سكيلد فيزا اللي هي 190 اللي هي اقامه دائمه يعني بالبلد. يعني انت ما شاء الله مشيت على الطريق الطويل، الصعب طريق صعب. الصعب خد الطريق منك كام الصعب. سنة كده تقريبا يعني؟ طلعت على سيدني. انت فاكر لما كنا بنحكي انا وياك ايام الكويت انت طلعت 2017 يمكن انا دغري ب 2018. 2018 ل 2020 كانت فتره دراستي للماجستير اداره المشاريع. ومن 2020 ل 2022 اللي هي بس فتره انا انتظار انه اخذ الاقامه الدائمه، طبعا من تحضير اوراق لتقديم امتحانات لو كان في امتحانات، لا تقديمها لوزاره الهجره والى اخره. 2023 ربنا اكرمني واخذت ال 190 اللي هي الاقامه الدائمه، يعني انت بتحكي بخمس سنين تقريبا. وبس تقدر خلاص ان شاء نعم. الله في بعد سنة واحدة بس بتقدم على الجنسية على طول بإذن الله. 100% 100% اللي هي ان شاء الله بشهر 12 2024 على السنه الجديده ان شاء الله. بص انا هموت واسألك على موضوع انت ليه غيرت انا عارف، بس عشان الناس تعرف انت ليه غيرت المهنة. بس انا عايز اسألك الاول الاسئلة المهمة، بما ان انت دلوقتي بقيت محامي وكيل هجرة معتمد للطلاب. عايز اسالك شويه بسرعه عن موضوع الحاله، بالنسبه اسئله كتير بتجيلي على موضوع اللي هو فيزا الطلاب. اول حاجه واهم سؤال بيجي الفتره الاخيره، سمعت ان في فيزا الطلاب استراليا قللتها. الكلام ده مظبوط ولا ايه؟ او انت قول لي ايه هو وضع الفيزا الدراسه حاليا؟ هل هي متاحه؟ اوكي. هل هي سهله بالنسبه للجنسيات العربيه؟ ايه الاسهل ايه الافضل؟ وبعد كده برضه يا ريت لو تشرح، بلاش اسئله عشان ما اقطعكش، اللي هو اهم سؤال برضه، ارخص كورسات ممكن واحد عربي يجي عليها ايه المتاح؟ اوكي
اول شيء احمد، طبعا انت كل فيديوهاتك فيها مصداقيه جدا للمتابعين، فانا برضو حكون بنفس الليفل. اول شيء انت عارف انه القوانين باي بلد من 10 سنين مش زي هلا، فبالتالي برضو قوانين الفيز ان كانت طلاب او غير طلاب برضو حتكون مختلفه، بس مش يعني تحت منظور انه هي صعبت او صارت مستحيله، لا هذا الحكي ما فيش منه. يعني طول ما انت مؤهل، ولنحكي انت اذا بدك مثلا تطلع تدرس، اكيد بدك اهم شيء يكون عندك سيوله ماديه. لو مش بس على استراليا، لو راح على مصر على الاردن بدك سيوله الماديه، وكل دوله او كل جامعه انت بتقدم عليها لها مثلا مقاييس معينه للماديات. انت لازم يكون معك مبلغ فلاني عشان تقدر انت تدرس. فبالتالي انت بس اذا قدرت، يعني ولنحكي مثلا اذا انت مثلا وضعك المادي افريج، انت فيك تطلع تدرس يعني من غير مبالغه على استراليا. بس الفكره انك انت تجيب قبول من الجامعه. مجرد ما جبت قبول من الجامعه، عدا ذلك فيزة الطالب بتنقبل، يعني ما بيكون عليها اشكاليه. بالنسبه للكورسات اللي انت بتسالتني عن الكورسات اللي هي مثلا ممكن تكون ارخص كورسات ممكن الواحد يقدر يطلع عليها، في دبلومه وفي امتحانات اللغه. طبعا هم بيكونوا متصلين مع بعض. يعني انت لما تيجي مثلا تقول بدك تقدم على دبلومه، بس انت مثلا امتحان اللغه عملت امتحان لغه ببلدك بس جبت علامه اوطى من المطلوبه، فبالتالي هم بيقولوا لك تعال احنا بنعمل لك كورسات لغه على مدار معين، مثلا 20 اسبوع 15 اسبوع، بعدين فيك تاخذ مثلا تبلش دبلومه او تبلش البكالوريوس بغض النظر هو على شو مقدم. تمام. الكورسات اللي هو لو حد عايز يجي يدرس انجليزي زي ما انت بتقول دلوقتي دي بتتكلف كام مثلا؟ طيب هلا بدي احكي لك انا بالعمله اللي احنا عايشين فيها، البلد اللي احنا عايشين فيها بالاسترالي كاستراليا طبعا. مثلا. بس بالسنه، هلا برضو انا حبعت لك في عندي اوفر ليتر من كلاينت عندنا، حبعت لك اياها برضو اذا انت حابب تحطها بس بالفيديو يعني. حسب كم اسبوع، بس ممكن انت مثلا تحكي فتره 10 اسابيع بتكلفك من 3000 ل 6000 دولار استرالي، حسب الكليه طبعا. تمام. وهل يعني انا عايز افهم حاجه برضه، مثلا هل في شروط ان مثلا اللي انا اعرفه ان انت لو قدمت مثلا من مصر او من دول مم. من دول معينه، مثلا ان انت في الشرق الاوسط لو قدمت بس على انك عايز تروح دراسه لغه انجليزيه في الاغلب بتترفض، هل الكلام ده مظبوط؟ لا، موضوع الدول احمد ملوش علاقه بالجامعات. يعني مش يعني كيف بدنا نحكي مثلا موضوع الدول 40% جامعات 60% هجره. كيف يعني مثلا الجامعات بتطلع انت من وين مقدم، فاهم؟ مثلا الدول مثلا فيها اوضاع سياسيه مش منيحه، بيكون في عليها مثلا تضييق، بس يعني مش انه بيسكروها بوجهك بيحكوا لك لا انت ممنوع تقدم. لا عادي، اذا انت مؤهل ومعك كل مثلا بتستوفي كل الشروط ما في اي مشكله لو كنت من اي دوله. ونفس الشيء موضوع الفيزا، لما تيجي تقدم على الفيزا لو انت برضه، ولنفرض انت بالعراق بسوريا، هذول دولنا يعني الشرق الاوسط، اذا انت كشخص ما عندك اشكاليه، ما عندك مشاكل، عندك مستوفي الشروط، معك القابليه الماديه انك تدرس، ما بيطلعوا هاي الشغلات. يعني ما بيقولوا لك والله انت بالدوله الفلانيه احنا بنصعب عليك، لا هذا الحكي مش موجود. اوكي، يعني اوكي، فرض ان انا راجل مثلا سوري النهارده ومعايا 6000 دولار، هاجي لك النهارده اتواصل معاك اقول لك انا عايز اسافر ادرس لغه في استراليا، اوكي. هو ده المطلوب؟ بس مجرد 6000 دولار مثلا لا يطلعوك؟ لا 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 لا، طبعا لا. هلا احمد في قوانين جديده بخصوص فيز الطلاب اللي نصتها وزاره الهجره، بتحدد لك، يعني هي بتحسب لك انه قد ايه لازم يكون معك لمده سنه مثلا، مش لا قد ايه لازم توفر. يعني هم ما حيطلبوا منك دليل انه انت معك المبلغ هذا لمده سنه، لا بيقولوا لك انت عشان تعيش سنه كامله كطالب باستراليا لازم يكون معك تكاليف معيشه كذا، تكاليف طياره مثلا تذكر طياره كذا، وتكاليف اكل وشرب كذا. اوكي. انت لما تيجي، هذا بالنسبه للهجره هم ايش بيطلبوا منك. هلا بالنسبه للكورس اللي انت مقدم عليه، حسب اللي بيحكوها مثلا زي ما حكينا حسب الشروط. في جامعات بتقول لك انت جيب لي كشف حساب او ادفع لي مثلا اول فصلين، غير اللغه لازم تدفعها. اللي بعد اللغه مثلا دبلوم او بكالوريوس بيقولوا لك ادفع لي اول فصلين وروح قدم على الفيزا، فاهم؟ يعني مش شرط انك انت مثلا توفي اول سنه كامله. انا بحالتي، لو انت حتسالني انا عن حالتي، انا احمد لما سافرت على فيزا الطالب، انا كنت دافع بس للجامعه فصل واحد من اصل 6 فصول تقريبا، بس فصل واحد. وبعد ذلك انت طبعا هم ما حيسالوك انت كيف حترجع لقدام تدفع، هذا كله بيرجع لك انت.
حتشتغل مش حتشتغل، اهلك حيبعتوا لك. طب انت برضه انا مش عارف اجيب منك رقم. انا راجل سوري النهارده ومعايا بكالوريوس وعايز اجي استراليا، هتدفعني كام علشان نجيب الخلاصه للناس؟ يعني تقريبا عشان اجيب لك الرقم اللي هم حاطينه عندهم على الويب سايت، يعني انا مش هجيب شيء من عندي، هم رفلي حاطين يعني بالويب سايت رفلي $40,000 طب احنا كده قفلنا الليله استرالي. خلاص بقى، كده قفلنا. كده نص المشاهدين سابوا الفيديو وقاموا خلاص. ده ارخص حاجه. يعني مش ارخص، بالمتوسط. بس انا شوف، انا يعني انا عم بحكيك الصافي، فمش هقول لك والله يلا 5000 يلا يا احمد احكي للناس تقدم، مش حيزبط، لانه يعني كل شيء اصلا واضح. يعني حتى هم لما يفوتوا يعملوا مثلا ابحاثهم هناك هيشوفوا كل شيء. ممتاز. لا احنا عايزين الصدق، انا مش عايز كلام فاضي نبيعه للناس. 100%. بس السؤال هنا، هل ال 100%. 40 دول زي ما انت قلت لازم يكونوا جاهزين مرة واحدة ولا ممكن؟ لا 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 لا. انت اللي بيهمك انك انت مثلا كبني ادم رحت عند مثلا محامي هجره، او اللي هو عم بتقدم على فيزا الطالب، مم. هم الجامعه بيهمهم انك انت، يعني سوري، هن وزاره الهجره بيهمهم انك انت تقدم ورا انك على الاقل دافع اللي طالبينه منك الجامعه كدفعه اوليه، مم. بغض النظر شو الدفعه. هذا بالخلاصه يعني. تمام. بس عشان ابقى متفق معاكم يا جماعة، احنا هنسيب اللينك للراجل البركة دوت، اللي مهتم انه يعرف بالتفصيل ويعرف حالته بحالته يقدر يتواصل معاه دايركت، وهو يشوف الحالة بتاعتك ايه، هيكون هو صادق معاك. هل فعلا عندك الامكانية انك تقدر تاخد الفيزا ولا لا، بحيث ان انت ما تقعدش انك تجري ورا اوهام او اي حاجة زي كده. فانت تاخدها من مصدر واحد شغال في موضوع اللي هو الدراسة. واضح من كلامه من الاخر ان هو بتختلف حسب حالتك، حسب شهادتك ايه، حسب الشهادة اللي انت عايز تطلع تدرسها ايه، الجامعة اللي انت عايز تروحها ايه. فدي كلها اسئلة لازم تدرس حالة بحالة. فلو اتواصلت معاه هو ان شاء الله بإذن الله يقدر يساعدك. السؤال بقى المهم هو، لو حد اتواصل معاك، هل انت بتدفع الناس حاجة بالنسبة للاستشارة المبدئية ولا لا؟ لا 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 نهائيا. بس عشان انا اهم حاجة بلوز اشترمائيين. اهم لا حاجة عادي بالنسبة لي في عادي. القناة هنا ان ما يكونش فيه فلوس بتدفع إلا لما يكون في بس فايدة انا يعني. برضه بدي انوه شغله للناس، مش عارف اطلع هون ولا حطلع على كاميرتي يعني. ماشي. اوكي، ترى احمد، ترى يا جماعه الخير والله هاي مش دعايه. انا احمد بعرفه صار لي 10 سنين، وطلعت معاه لاني انا طبعا على تواصل احنا، بس هو ما بيعرف كان انه انا صار لي فتره شغال وكيل تعليمي، وحكى لي بالصدفه انه والله انا في ناس تسالني تطلع معي فيديو نحكي، قلت له ما عندي مشكله بنحكي. فاكيد احمد يعني مش هدفع ناس استشاره يعني، ممتاز. مش للدرجه. بالنسبة طيب السؤال المهم اللي عند الناس كتير برضو، بالنسبة لموضوع الهجرة للسنة الجاية، السنة الجديدة خلاص هتبتدي. السنة المالية خلاص بتقفل السنة دي يا جماعة. فشهر 7 بيبتدي السنة المالية الجديدة، فبتبدأ الإجراءات الجديدة. فهل عندك أي فكرة بالنسبة للموضوع اللي هو فيز اللي هي الإقامات الدايمة على طول، اللي 190 و 189؟ إيه الأعداد؟ هل الأعداد هتقل هتزيد؟ إيه الوضع بالظبط؟ اوكي يا احمد، هلا انا راح احكي بحكم انه انا شغال مع وكيل هجره، يعني انا مش عم بدعي انه انا محامي هجره، هي عشان بس اكون واضح. طبعا عندي المعلومه بحكم شغلي. طبعا احمد تعرف كل سنه ماليه بتقل الاعداد، خصوصا السنه الماضيه انت شفت يعني بعتوا انفيتيشنز بالهبل، انفيتيشنز بما معناه انه دعوه للناس اللي مقدمه انها بدها تقدم على الهجره انه تعالوا قدموا على الهجره، فبعتوا انفيتيشنز كثير. والستاف الموجود بالهجره مش قادر، او مش ما عنده الامكانيه انه يقدر يخلص كل هاي الملفات. وفي ناس بتستاهل وفي ناس ما بتستاهل وصلها انفيتيشنز، فبالتالي السنه الماليه الجديده حتقل الاعداد بشكل كبير، بشكل مخيف يعني، بالنسبه ل 189 190. تمام. فخلينا ترجم بس من لبناني المصري. فاكرين يا جماعة من السنة اللي فاتت في فيديو أنا نزلته وقلت اللي مش هيقدم الفترة اللي جاية دي ما يزعلش من اللي هيحصل بعد كده، وإن البوابة مفتوحة. فهو الراجل بيقولك إن البوابة كانت مفتوحة على آخرها السنة اللي فاتت زي ما أنا قلت يعني. فأكيد طبعا لما بيفتح البوابة هترجع تتقفل في لحظة يعني، عشان يقدر يلاحق على الإجراءات. فهو ده اللي هو بيأكده يعني. صحيح. طيب هل ده معناه إن الناس ما تقدمش بقى ولا إيه؟ لا بالعكس، بالعكس، انا بشجع الناس انها تقدم لو عم بتقل الاعداد، لانه يعني اذا ما بتمانع انا حاحكي على اللي صار معي بشكل جدا مختصر. وانا برضو على وقتها كنت على تواصل معك لو انت فاكر. طبعا. انا كنت مقدم على فيزا ال 190. والله يا احمد انه انا قدمت تقريبا، نطرت فتره اكثر من سنه، وبعد سنه غيروا القرارات ورفعوا مستوى النقاط وحطوا شروط انه انا لازم يكون معي خبره، ومع هيك
بعثوا لي انفيتيشن. بس يعني الخلاصه مش معنى انهم حيقللوا المقاعد انه انت ما تقدم، لانه ما بيعرف الواحد شو مكتوب شو نصيبه. امم تمام. طيب انتوا المكتب عندكم طبعا بتاخدوا فيه طلبات اللي هو الهجرة بالنسبة للمحامي اللي عندك. انا مش هعمل اي دعاية للمكتب بتاعه او للمحامي ده، بس لو حد قرر ان يتواصل مع ابراهيم وان هو عايز يتواصل مع المكتب ده، نصيحتي ليك، لان انا ما اعرفش المكتب ده بصراحة، انت روح اتأكد ان كان المحامي ده معتمد ولا لا. انا بقول لك اهو، انا عارف ان هو ان شاء الله انا ثقه في ابراهيم طبعا، بس انت دايما زي ما انا شرحت لكم قبل كده في الفيديو ده، انا هسيب لك اللينك زي ما انت شايف على الشاشه، وهسيب لك اللينك في الوصف، بيشرح لك ازاي تتاكد من اي محامي هو معتمد او لا، سواء انك تروح مع محامي زي اللي هو مهندس ابراهيم شغال معاه، او انك تروح لاي محامي تاني. لازم تتاكد ان هو معتمد من وزاره الهجره في استراليا، ودي الطريقه مشروحه في الفيديو ده. تمام. 100%. السؤال بقى الأهم، الناس بقى الجميلة اللي احنا عايزين نساعدها فعلا بجد، اللي هم من سوريا، مم. من فلسطين، من اليمن، مم. بالذات بتوع اليمن، ان انا اصحابي كتير من مم. اليمن من ايام ما كنت شغال في السعودية، والناس اليمنيين دول جمال جدا. مم. كتير منهم بيدوروا على احلى موضوع ناس. اللجوء. موضوع اللجوء، كويس كويس انك ذكرت الاسماء الدول. انت بتعرف احمد موضوع اللجوء والسودان، بيعتمد انا على نسيت الدوله اللي السودان، نسيت السودان، مم. السودان مهمة برضه للأسف. اوكي، انا برضه حاحكي معك بكل مصداقيه. طبعا وكيل الهجره اللي معاه بياخذ كل انواع الفيز بغض النظر هي شو، لجوء، اقامه دائمه، مم. فهم، زواج. بس اللجوء بيتجنب احيانا انه يستلم القضايا، مش عشان هو ما بيعرف، بالعكس هو كثير يعني، برضه انا مش حسوق له والله العظيم، بس هو كثير بني ادم عبقري بالشغل، يعني فاهم شغله كويس. بس بيتجنب فيز اللجوء عشان الناس، يعني اغلب الناس اللي بتقدم لجوء احمد بيكون ورقها ناقصه، ورقها مزوره. بيقدم لجوء هو مثلا عايش في الهند ولا عايش بدوله خليجيه، فاهم شو قصدي؟ فاهم يعني ما يعني زي ما انت حكيت، الدول اللي فيها حروب او سياسات او شغلات يعني فيها مشاكل، ممكن انت فيك تقدم لجوء. عدا ذلك الموضوع صعب، فهو بيتجنب، يعني ما بياخذ. مش كل الناس. يعني تشجع الناس دي انها تمشي في الطريق ده ولا بلاش منه؟ اذا هو برا طبعا، يعني قصدي هو مش هو اسف، هو ببلده عادي، يعني ما في ليه، بالعكس يعني يجرب. ما في اي مشكله انه ما يجرب، انه يجرب يعني بس. انتوا بتاخدوا السؤال ان انتوا بتاخدوا مثلا قضايا مثلا من ناس بره استراليا؟ هل انتوا عندكم قضايا انتوا حاليا شفتها بعينك؟ امم اوكي، حاليا كل ملفات اللجوء من جوا البلد، اسهل للامانه هنا يعني. من جوه، يعني الطريق الاسهل ان هم يدخلوا استراليا باي شكل رسمي، وبعد كده يقدم طبعا لجوء. 100%. بس احمد البروسيسنج تايم هو واحد، انا اسف، اللي هو بما معناه الوقت دراسه الطلب، انت كنت برا ولا جوا، هو واحد. بس في فرق، فاهم؟ اقول لك انا ايه الفرق، لان انا بصوا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، في ناس انا اعرفها اوريدي وظهروا في القناه هنا قدموا لجوء. فالقصه ان هو لما بتقدم على اللجوء من جوه استراليا بيديك حاجه اسمها بريدجنج فيزا، فبتقدر تقعد بشكل صح. قانوني جوه البلد. فلما بتقعد بشكل قانوني جوه 100%. البلد ده القضيه لو خد لها 3 4 سنين انت قاعد بشكل بتشتغل، شغال واكل شارب بشكل صح. قانوني كامل لحد ما يتبت في صح. القضيه دي. انما لو انت بره مم. البلد، يا عالم بقى صحيح. بتفضل قضية 3 4 سنين، ويا عالم يا عالم تتقبل او تترفض وهتدفع فلوس كتير. طب هنختم الفيديو، اخر سؤال انا عاينه للاخر بقى، ليه انت سبت الهندسة المدني بالذات مم. بقى لما بقى معاك اقامة دايما، واحنا عارفين انا دايما بقول للناس ان مفيش اكتر من الشغل الهندسة المدني موجود في استراليا، فليه سبته مم. وقررت انك تدخل في المجال دوت وتغير مجال تماما؟ طيب هلا طبعا احمد كلامك 100% مزبوط، يعني شغل الهندسه باستراليا على قفا من يشيل. بس سبحان الله الدنيا حظوظ واجتهاد. يعني انا اللي صار معي انه انا كبر الجاب ما بين اخر فتره بالكويت، لما كنت اللي هو انا خلص تركت الكويت، كنت لسه بشتغل مهندس، لغايه ما اخذت الاقامه الدائمه. انا هاي الفتره كلها ما اشتغلتش بالهندسه. طبعا الاسباب ترجع اول شيء انه انا كنت بدرس ماجستير، بعدين اجت الكورونا، بعدين صار في فاهم لوك داون وما حدش اشتغل. فهاي كلها انحسبت علي تقريبا 4 سنين من غير ولا مسمار زي ما بيحكوا بالهندسه. فبالتالي الشركات مش ما عندهاش القابليه انها تاخذ واحد ما عنده خبره بالبلد. نفهم الكلام اللي انت بتقوله دوت، ان انت لو راجل مهندس مدني بدون خبرة هتيجي هنا استراليا هتعاني عشان تلاقي شغل. لا طبعا. لا طبعا. بالعكس، اللي بيجي زي ما انت جيت هجره، او حتى اذا اجى اقامه مؤقته،
سهل جدا انه يلاقي شغل. في حاله هو معاه خبره انه خلص متواصله، ما في انه والله اشتغل مثلا 4 سنين بعدين ترك سنتين راح اشتغل مش عارف ايش شغله ثانيه بدي ارجع. انا هيك ترى احمد، انا بالكويت ترى اجت فتره اشتغلت اكاديميك ادفايزر، يعني مثل تقريبا نفس الشغل اللي عم بشتغله هلا، اشتغلت 3 شهور. كان برضه صاير مم. معي شويه ظروف، رجعت تركتها رجعت للهندسه. فهي كلها يعني بتتاخذ بعين الاعتبار، يعني فاهم لما تيجي مم. تقدم على وظيفه حياخذوا بعين الاعتبار انه انت اشتغلت هيك بعدين هيك بعدين هيك. اللي جاي من برا ممكن بس يعني يستصعب اول فتره يلاقي شغل، لانه مثلا مش انه يلاقي شغل، حيلاقي شغل بس ممكن يلاقي الراتب مثلا مش زي اللي هو كان بباله، ياخذ راتب مثلا اقل بالنسبه لواحد مثلا معه 5 سنين خبره او 10 سنين خبره. بس مع الوقت الهندسه هيك بتزيد، انت عارف يعني، انت ما انت انا ادرى بص اقول بالسوق. لك على حاجه، انا اقول رايي بصراحه في موضوع مم. الشغل دوت. الشغل في الاول والاخر يا جماعه بصراحه ارزاق، هو مم. حاجه بايد صح ربنا. صح. وانا عامل فيديو بصراحه منزله لحد دلوقتي على الخاص، لان حكيت فيه تفاصيل خاصه قوي. بس هو خاص باول تجربتي ازاي لقيت شغل، وازاي اساسا لقيت اول شغلانه، والمقابله، وادوني راتب كام. بس انا سبتها على الخاص اللي هو للاعضاء فقط، علشان فيها حاجات خاصه. بس انا شايف انها يعني كانت تجربه ملهمه، فانا ممكن احطها عشان تعرف ان ساعات ربنا بيوقف لك ولاد الحلال، لان انا ربنا وقف لي فعلا ولاد الحلال. وشرحت في الفيديو الكلام دوت. بس انا شايف ان موضوع الشغل دوت يعني فعلا هو نصيب من الاول صح. والاخر. بس هو مفيش اكتر من الشغل في الهندسه. بس انت ممكن فعلا حظك سيء انك جيت في مم. الفتره اللي كان مم. فيها الكورونا للاسف. طبعا في نهايه الفيديو احب اشكر باشمهندس ابراهيم، شكرا لوقتك. حبيبي يا احمد. افتكر ان ده مش هيكون اخر فيديو بينا، اكيد. لان زي ما انا قلت في فيديوهات كتير قبل كده ان انا ما بحبش اتكلم في حاجه ما بفهمش فيها، وبحب ان انا اطلع الناس تقول هي اللي هي بتفهم فيه وتجربتها او مصدر شغلها. فالراجل ده مصدر شغله، فهو ايده في المعلومات المظبوطه. فان شاء الله باذن الله يقدر يظهر معانا بالذات على السنه الماليه الجديده، بحيث ان هو يقدر يقول لنا ايه هي التعديلات الجديده في موضوع الفيز. وان شاء الله برضه لو حبيتوا تتواصلوا معاه، انا هنسيب ال ارقام التواصل بتاعته ان شاء الله في الوصف، بحيث ان انت لو حبيت تتواصل معاه بالنسبه لموضوع الدراسه بالذات، لان هو ده تخصصه. ان شاء الله يحاول على الاقل الاستشاره المبدئيه تكون ببلاش. بس حاولوا برضه ان انت ما تزعجوهوش باسئله يعني سخيفة. يعني انت افتكر فهمت المتطلبات شكلها ايه. بس يعني حاول ان انت تستفسر منه، ان شاء الله لو هو بايده يمسك حالتك ان شاء الله، ويقدر ان شاء الله يساعدك انك تيجي ان لاستراليا. شاء الله. شكرا جدا يا ابراهيم، ما تحرمش منك. حبيبي يا احمد، حبيبي الله يخليك يا الله رب، يبارك حبيبي فيك. يا أحمد. كل سنة وأنت طيب. يلا السلام الله عليكم، معك، مع الله معك السلامة. وانت طيب.